السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا تسليم موقع جديد لأحد العملاء الأفاضل معانا، والحمد لله احنا تعبنا الأستاذ محمد معانا النهارده وسهرناه. فبس انا كنت مصمم ان هو يقول رأيه معانا في الفيديو، وبرضه يحكي لنا ببساطة كده الموضوع كان ماشي معانا ازاي والتفاصيل دي كلها. يا أستاذ محمد ممكن تكلم الناس؟ اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس عبد الرحمن، أنا تعاقدت مع الشركة. أنا شفت ريفيو عنهم كتير في النت يعني، وكانت سمعتهم حسنة على النت، وده اللي شجعني إن أنا أجي وأتعاقد معاهم. وطبعا أنا بعد ما تعاقدنا عملنا بعد التعاقد عملت مقايسة، وبعد المقايسة عملنا تصميم للأجهزة والنظام ازاي بتاع الشقة يعني هيتحط فيها ازاي، والفرش هيتفرش ازاي. وبعد كده ابتدينا مرحلة تانية، مرحلة التشطيب، والحمد لله ربنا وفقنا والشقة خلصت على أكمل وجه ممكن يعني، وربنا ييسر ان شاء الله ويفتح عليه في اماكن تانية كتير. يا رب. هو شخصيه محترمه، الله يبارك لك. شخص خلوق يعني. الله يبارك لك. والحمد لله الشقه طلعت زي التصميم، يمكن افضل كمان من التصميم شويه. وعلى فكره احنا برضو، هو راجل صبور يعني، لان انا عدلت في التصميم كتير. بعد التصميم لما اتعمل قلت له لا انا عايز تعديل، وهو الراجل وافق وما اعترضش على اي حاجه خالص. الله يبارك لك. الحمد لله ان الموضوع طلع معانا كده، والحمد لله ان حضرتك راضي، والحمد لله الحمد لله رب العالمين ان احنا معاك برضو مكملين يعني. حتى لو لما ان شاء نسلم الله الشقه مش معناه كده ان احنا خلاص، لا احنا معاك برضو سبورت لحضرتك في اي وقت ترفع علينا التليفون ان شاء الله. يا باشمهندس انا عايز كذا، هنكون تحت امرك ان شاء الله. ربنا يسهل. لسه في الله. مرحله تانية كمان، مرحله الفرش ان شاء الله. لما اجي اسكن طبعا اكيد هتصل بيه تاني الباشمهندس الخلوق المهندس عبد الرحمن بكر يعني، وكل العاملين معاه تحياتي ليه والشخص الكريم، ولكل المهندسين والعمال والمشرفين اللي يشتغلوا في الشقه هنا، وربنا ييسر الحال ان شاء الله يا رب. ماشي يا استاذ محمد، شكرا. ماشي يا باشمهندس عبد الرحمن، شكرا. ربنا يتم عليك ويفتح عليك ان شاء الله من واسع ان شاء الله. يا رب. شكرا يا استاذ محمد. ماشي يا فندم، ميرسي قوي. السلام عليكم.